ياه، الجو حر قوي. اللهم هون علينا حر جهنم. ايه يا حبيبي اللي انت بتقوله ده؟ اسمها اللهم اجرنا من النار، اللهم قنا عذاب النار، اللهم اصرف عنا عذاب جهنم. انما لما تقول اللهم هون علينا حر جهنم، كانك خلاص ضمنت انك داخل النار، فبتدعو ربنا انه يخفف عنك عذابها وحرها. كل مره دايما انت اللي بتعدل عليا وبتصحح لي خطأي، انما المره دي اسمح لي بقى انا اللي هصحح لك خطأك وهعدل عليك. ازاي؟ مش فاهم. هفهمك. هو الحر الشديد اللي احنا فيه ده، او البرد الشديد اللي بنشوفه في عز الشتاء ده، بيكون سببه ايه وبيجي ازاي؟ طبعا من جهنم. سلم يا رب سلم. وايه الدليل؟ الدليل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار لربها وقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، يعني باكل في نفسي ونفسي أتنفس، فأذن لها الله بنفسين: نفسا في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر الشديد، ونفسا في الشتاء فهو أشد ما تجدون من الزمهرير، أي البرد الشديد. تمام كده؟ يعني الحر الشديد اللي احنا فيه ده دلوقتي من حر جهنم، صح كده؟ تمام، صح كده. طيب، وانا بقول اللهم هون علينا حر جهنم، يعني الحر اللي نازل علينا من جهنم ده دلوقتي ان ربنا سبحانه وتعالى يهونه علينا. احسنت. وفعلا المره دي انت صححت لي خطأي، وطالما انت علمتني معلومه حلوه وجميله ونفعتني بيها كده، واكيد هتنفع بيها كل اللي هيسمعها باذن الله، فانا بقى هقول لك على اكبر جايزه ممكن تتحصل عليها في الدنيا والاخره. معقوله؟ اكبر جايزه؟ طب الحقني بيها، هي ايه؟ تعرف انك لو قلت اللهم اني اسالك الجنه 3 مرات، اللهم اجرني من النار 3 مرات، فتقول الجنه يا رب عبدك يسالك الجنه فادخله فيه، وتقول النار يا رب عبدك يستجير مني فاجره مني. الله، ايه الجمال ده بجد! اللهم اني اسالك الجنه، اللهم اني اسالك الجنه، اللهم اني اسالك الجنه، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار. اللهم آمين. كن جميلا.